اهلا وسهلا بكم معايا. النهارده هنعمل صينيه كبده على البحر حكايه، والطعم خطير. هنحكي مع بعض شويه وهقول لكم ازاي الكبده ما تنشفش وتطلع معاكي زي ما انت شايفه كده. لو اول مره تشوفيني، دي قناتي. معاكم ام نور من قناه طبخه وتفصيل. يلا نبدا. نقول بسم الله ونصلي على النبي. هنا طبعا المغرب كان هيدن وانا بوريكم قد ايه المنظر حلو وما شاء الله. يعني البحر ما شاء الله والامواج راحة نفسية. هنا بقى هنبدأ معانا. ولعت النار، حطيت الصينية بتاعتي وهنزل عليها بالبصل. اقلب البصلة تقليبة، وبعد كده انزل عليها بالدهن او الشحم على حسب المسمى يعني. هنا انا مقطعاه كده صغير. هقلبهم هما والبصلة مع بعض، وهنزل عليهم بمعلقتين بس زيت كده عشان ايه، الدهن ده هينزل زيت منه. هقلبهم بقى شوية اكتر كده، وهنزل على البصلة بشوية ملح عشان تدبل، واسيبهم مع بعض شوية. هنا انا موريكم المنظر. طبعا البلد دي اسمها اوملود. ما شاء الله المنظر جميل. نرجع للصينية بتاعتنا تاني. قلبتها شوية، احط عليها شوية ملح عشان البصلة تدبل شوية، واقلبها لحد ما توصل للون اللي هو ايه زي ما انتوا شايفين كده. وهنزل عليها بالفلفل، حبتين فلفل كده قطعتهم وحطيتهم عليها. هقلب في الفلفل والبصل لحد ما يدبلوا مع بعض. وبعد كده هنزل عليهم بالكبدة. هنا الفلفل والبصلة دبلت شوية وبقوا تمام. شايفين ما شاء الله المنظر. كده هنزل معاكم بالكبدة اهو. الكبدة هنا مش هما نغسلها خالص، ان اتغسلت تزفر. انا بحطها في مصفى وبعصر عليها ليمونة وشوية خل بس، ما تتغسلش. وكمان عشان نقطعها وتبقى كويسة نحطها في الفريزر 5 دقايق بس كده تمسك نفسها. هنا هنزل عليها بفصين توم كده مقطعاهم، وهقلبهم مع بعض بقى. وبعد كده هنزل بالتوابل، رشة ملح، رشة فلفل اسود، رشة كمون، رشة كزبرة. اللي حابب يحط شطة يحط. بعد كده هقلبها شوي. هنا الكبدة مش ما تتقلب اكتر من 5 دقايق. اول ما لونها يتغير على طول لازم تنزليها من على النار، تقفل على النار وتنزليها. الكبدة لو قعدت كتير على النار ما تنشف وتشد، ويبقى طعمها مش حلو. هنا اها بدأ لونها يتغير معانا. شايفين ما شاء الله شكلها تحفة وطعمها احلى. هي خلاص كده استوت ما شاء الله. لو عجبتكم الوصفة جربوها وقولوا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير عشان يوصلكم كل جديد. السلام. ختام.